حطينا هذاك النقاش ديالنا مع الطلبه. المهم جاو شي وحدين في الكومونتيرات اللي ما عجبهمش الحال علاش تنهضروا ديال ثلاثه اللغات بالفرنسي والانجلي والدارجه. وشيت باش نعقب عليكم بغيت نقول لكم النقاش حنا فاش كنا دايرينو فاش راه ما صورناش على ود انا اللي صورت هذيك 10 دقائق. راه حنا كنا تنهضروا شي ساعه ونص. انا راه غير عجبني الحال وانا نقول صبر نصورها ونبارطاجيها معكم. راه ماشي بودكاست هذاك، ماشي شي حاجه اللي زعما دايرينها على اساس انها تكون لواحد الشريحه كبيره في المجتمع. ولا الا كنا مثلا دايرين بودكاست غادي نحاول نقول لهم نحاولوا نهضروا غير بالدارجه مثلا، ولا نهضروا غير بالونجلي نوجهوا. ولكن حنايا في النقاش احنا لا اهم عندنا هو ان الفكره توصلها باش ما بغيتي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي ان فاش تيكونوا دابا هاد الدراري هذا الطلبه هذا تبارك الله اللي قاريين في مدارس، قاريين مثلا الاقتصاد بالفرنسي والانجلي، كيفاش بغيتي يجيب لك مصطلح بالدارجه؟ انت بحال الا قلتي للطبيب ديال العينين اشنا هي القرنيه بالدارجه. الوسن تاني دابا جبنا شنو هي القرنيه بالدارجه، هو عارفها غير بالفرنسي وبالانجلي، ويقولها لك بالانجلي كاع، ويقول لك راه هي ويشرحها لك ويقول لك راه هي هذيك اللي دايره هكا. اشنو غيزيدك انت؟ راه غيقول لك راه عندك جرح في القرنيه خصك دير هادي صافي وغادي نديرها لك انا. ما كتعصبش يا خالي. هاد اللعيبه هادي كاين اللي قاري الطب بالفرنسي وبالانجلي عنده مصطلحات غير بالفرنسي والانجلي، ما يمكنش يكونوا عنده بين عشيه وضحاها يعرفوا مصطلحات كاملين بالدارجه، وماشي بالضروره انت كاع تعرفهم كلهم بالدارجه كاع. احنا اصلا how are you good احنا اصلا مصطلحات تنشدهم تندخلوهم بالدارجه وتنردوهم مدرجين. بحال طولانتي هي تالنتد، عنده موهبه، تقول لي واحد طولانتي نتايا باقي الله اعلم. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه بغيت شي نقطه وصافي نسيت الثالثه ومالها. تيقول لك هنايا في الامريكانيين تيقول لك دون سوات اوفر سمول ستاف، ما تعرقش على الحوايج الصغيره هي سد عليهم عينيك ودوز صافي. شتينا حنا تندوروا الهضره بالدارجه وبسميتو ما فهمتيش غيب كاع انت دير طانو زيد فوت داك الفيديو تسنى حتى ندير لك هذا مالو ها هو محلل من هنايا داكشي اللي غادي تفهم. لا ما تعرق داك العرق ديالك خليه حتى لشي بلاصه اخرى باش تقول مال بنادم وتا كيهضر بالدارجه. هادي ما تحتاج كاع هكا فهمتيني. ولا ما كنتي كاع فهمتي انا نشرح لك. حنايا في هذيك الهضره اللي كنا دورنا قلنا اوتي باش تزعم بنادم يتعلم الحرفه، حيت قلنا بان راه كاين خصاص ديال الحرفيين، كاينين معلمين دابا اللي خصهم الناس اللي يخدموا. قلنا هذاك الخصاص كيفاش غادي نديروا ليه حنايا نزعموا واحد باش يتعلم حرفه، باش شي واحد باش تزعموا خصك توريه قصص ناجحه ديال الحرفيين اللي تبارك الله زعما واصلين. وانت وريتيه قصص ديال النجاح. اشنو خصو من بعد؟ خص تكون عنده فرصه فين يتعلم، بمعنى خص تكون بلاصه تيجا واجده ليه فين يتعلم. ما غتقولش ليه انت هي قصص النجاح ولكن راه ما عندك فين تتعلم. خصك توريه فين يتعلم، وإلا تعلم وبغى يدخل للمارشي باش يدير ديالو خاصك توريه تولز، هذه بالانجليزيه، كيفاش الادوات اللازمه باش يدخل للمارشي. الور باش يدخل للمارشي باش ينقص شويه من المشاكل اللي تيوقعوا بزاف ديال الناس. من المشاكل هما راه كاينين فاش تدخل المارشي راه تتعلم. هادشي هو اللي ناقشنا تقريبا، وهضره اخرى داكشي. ولكن هذه الخلاصه ديال داكشي كامل تيتخ ديال الهضره هو هذا. الور انت دابا الا عرفتي المشكل ديال شي حاجه، الا لقيتي الحل، راه هذاك هو البيزنس، خصك تلقى الحل. ايوا دابا انت ها المشاكل عرفتيهم ديال شويه من المشاكل ديال الحرفيين عرفتيهم، وسير لقى الحل. واحد صديقي
كيعاود ليا مؤخرا. طولت الهضره خالي.